اهم 3 مكملات لزياده ادائك في التمرين، وتالت واحد مظلوم واهم واحد. اول واحد واهم واحد هو الكافيين. الجرعه المناسبه للبالغين من 100 مللي جرام ل 300 مللي جرام يوميا، تاخد قبل التمرين ب 40 ل 60 دقيقه. ممكن تاخده من مشروبات الطاقه او من القهوه او من المكملات اللي فيها كافيين، بس خلي بالك ما ينفعش انك تاخده لمده طويله علشان جسمك ما يتعودش عليه وتضطر انك تعلي الجرعه. تاني مكمل هو سيتولين، وبكل بساطه اللي بيعمله ان هو بيقلل لك الاكيميليشن او التراكم بتاع اللاكتيك اسيد او الحمض اللاكتيك في العضلات، وده بيساعدك انك تتمرن بشكل احسن من غير ما تتعب او يحصل لك ارهاق. وتاني حاجه ان هو كمان بيتحول لارجينين، اللي هي الارجينين ساعتها ممكن تلاقي ان في بامب اكتر، عروق اكتر بتظهر في جسمك، ودي حاجه انت طبعا نفسك انها تبقى موجوده. تالت مكمل والمكمل المظلوم في عالم كمال الأجسام هو مكمل البيتا ألانين، والمكمل اللي ممكن يزود من قوة تحملك بشكل كبير جدا عن طريق إن هو بيتحول في جسمك لكارنوسين. والكارنوسين بكل بساطة هو المسؤول عن يأخر أو يقلل إفراز حمض اللاكتيك في جسمك، وده اللي بيخليك قادر إنك تزود عدات زيادة أو تزود مدة زيادة لو بتلعب حتى رياضة قتالية زي ال MMA أو الملاكمة، واللي بيخليك كفاءتك أحسن في التمرين وقادر تكمل مدة أطول. ودي كانت الخلاصه. ويلا نعمل حاجة قوية مع بعض.